أي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السيد عامل إقليم طنطا، السيد العامل الملحق في وزارة الداخلية السيد علي المصديقي، السيد قائد الحامية العسكرية، السيد الكاتب العام، السادة النواب البرلمانيين المهنية، السيد مدير مديرية الإنعاش الوطني، السادة أعيان وشيوخ ووجهاء وشيوخ ووجهاء القبائل الصحراوية المغربية، السادة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية الجهوية والمحلية، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبلكم اليوم في خيمة قبيلة دولان هنا بساحة السلم والتسامح. وخير ما نفتتح به مجلسنا هذا آيات بينات يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ الحصان الطاق عضو المجلس العلمي المحلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم اجعل القرآن نور صدورنا وربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا، آمين. وطني المغرب، نبض الفؤاد والروح، أرض الحضارة والتاريخ والأصالة والثقافة المتنوعة. ألتمس منكم جميعا أن نقف وقفة إجلال وإكبار ونردد بكل فخر واعتزاز نشيدنا الوطني. منتدى السؤدد وحماه، دك منتدى وحماه، عشت في الأوطان في العلا عنوان، تلك كل زمان ذكرى كل لسان،
عاش الملك، عاش الملك. بهذه الآيات القرآنية الربانية بشعار الله الوطن الملك يسعد ويشرف كل مكونات قبيلة دوبلان صغيرا وكبيرا، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أن تستقبلكم ضيوفنا الأعزاء في خيمة قبيلة دوبلان الحاضرة والمشاركة في فعاليات الدورة 18 من موسم طنطان، موسم المكان، بالانتماء إلى هذا الوطن الأبي والساعية دوما وعبر التاريخ إلى المساهمة في تقدم مغربنا الغالي وازدهاره تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وحتى لا أطيل عليكم أعطي الكلمة للسيد إبراهيم المعيطي أحد أعيان القبيلة في كلمة ترحيبية باسم قبيلة دوبلان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وبعد. السيد عامل إقليم طنطان والسيدات والسادة أعضاء الوفد المرافق له كل باسمه وصفته، السيد قائد الحامية العسكرية، السادة رجال السلطة المدنية والعسكرية، السادة البرلمانيون، السادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية والمجالس المنتخبة، السادة ممثلي وأعيان ووجهاء القبائل الصحراوية المغربية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بخيمة قبيلة دوبلال بساحة السلم والتسامح. اعتبار